من هو حورس؟ حورس في الميثولوجيا المصرية القديمة هو ابن الإلهين إيزيس وأوزير. كان رمز للنور والحق والنظام الكوني. وعلشان كده دائما بيتصور برأس صقر، لأن الصقر يطير دائما عاليا ويرى كل شيء من فوق، فكان رمز للرؤية الإلهية والسلطة السماوية. إحدى أشهر الأساطير هي صراعه مع ست رمز الفوضى والشر، واللي في نهايتها حورس بينتصر ويبقى هو الحاكم الشرعي لمصر. رمزية عين حورس. أكيد رأيت وشوفت عين حورس قبل كده، في حلي، تمائم، رسومات، حتى على التيشيرت. المصري القديم كان يؤمن أن العين دي بتحمية، بتشفيه، وتدل على العلم والمعرفة. العين اليمين كانت تمثل الشمس، والعين الشمال كانت تمثل القمر. يعني حورس كان يرى كل شيء بالليل وبالنهار، رمز للطاقة الكونية المتوازنة. حورس والأنبياء أين العلاقة؟ في باحثين أجانب